اليوم يا حبايب قلبي هنعمل مع بعض الفريرو روشيه زي ما انتوا شايفينها كده بثلاث مكونات. هتعملي كل الكميه دي. انتوا عارفين بقى ان الفريرو روشيه احنا بنشتريها من بره غاليه جدا، فانا قررت ان انا اعملها كده لاولادي. هتبيض وشك قدام ضيوفك. اتمنى ان انتوا تجربوها بقى بطريقتي. شايفين بقى جمالها وحلاوتها عامله ازاي؟ شايفين بقى الجمال، جمال الفريرو روشيه جميله، وهتعملي كميه كبيره جدا. شايفين بقى الجمال والحلاوه عامله ازاي؟ هعمل معاكم واحده بس، افتح معاكم واحده. شايفين بقى؟ شايفين الجمال؟ شايفين بقى جمالها عامل ازاي؟ الفريرو روشيه دي خطيره، اتمنى ان انتوا تجربوها في البيت بطريقتي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس، ويلا ندخل بقى على الطريقه والمقادير. شايفين بقى الجمال؟ شايفين يا حبايب قلب الجمال والحلاوه عامله ازاي؟ طعمها عامل ايه يا دودو؟ زي اللي بنشتريها من بره ولا لا؟ زي اللي بنشتريها؟ ماشي. قول لهم بقى جربوها بطريقة ماما. جربوها بطريقة ماما. ما تنسوش اللايك والاشتراك. ايه رأيك فيها يا توت؟ جميلة. جميلة؟ ماشي. هحتاج زي ما انتم شايفين كده بسكوت، اي نوع بسكوت ويفر عندك. هحتاج بندق او لوز المتوفر عندك. هحتاج اي مكسرات. هحتاج 3 معالق نوتيلا او معلقتين نوتيلا. هحتاج معلقة زبدة. هنبدأ بقى ان احنا نركن المكونات كده على جنب ونكسر البسكوت بتاعنا. انا عايزة اكسره بالايد. هو ده البسكوت اللي هيبقى مقارب للفوريه روشيه. تمام. يبقى نحن نكسره. انا هحتاج 5 باكيتات اهو. هو ده اقرب نوع ليه. هبدأ ان انا اكسره كده زي ما انتم شايفين. هو بتكسر بسهولة خالص اهو. اهم حاجة وانت بتختاري مكوناتك، اختاري المكونات اللي هي تكون جودتها عالية. نوتيلا، مش اي نوع تاني. بسكوت برضو مش اي بسكوت، اللي هو يكون بسكوت كويس يعني صلاحيته كويسة او منتج معروف. شايفين انا اللي هكسره ناعم قوي وهيتكسر معاكي بسهولة. مش لازم تعمليه ان انت نعمله على الكبة. يعني بصوا مش ناعم قوي، يعني يكون خشن شوية زي ما انتم شايفين كده. اهو انا كسرت زي ما انتم شايفين. هنزل بقى بمعلقة الزبدة. معلقة الزبدة دي اختياري، بس انا اكيد بحطها صراحة. النوتيلا بتاعتي هنزل بس النوتيلا، اسيب زي نظام معلقة كده ونلمها. اول ما تحسي ان المكونات بتاعتك مسكت مع بعض اندمجت في كلها، نبدأ ان احنا نشكلها. ننزل بالمعلقة التانية.
شايفين بقى هو ده القوام بتاعها. شايفين الوقت اللي انت تقدري اللي انت تشكليه فيها اهي. شايفين بقى قوامها. ممكن انت بقى تحطها في التلاجة قيمة 10 دقايق او في الفريزر براحتك بقى، عشان بس لما نيجي نشكلها تتشكل معاك على طول. انت عندك طريقتين للتشكيل، ممكن تشكليها على ورق زبدة وممكن ان انت تعمليها كور. براحتك انت خالص، الحاجة اللي انت حباها والمتوفرة عندك ممكن تعمليها. شايفين بقى. بصوا بقى يا جماعة، هنعملها كورة هنفردها. بس عندي بقى ايه شوكولاتة اهو زي ما انتوا شايفين اهو. هنزل بقى ايه بشوكولاتة عندي شايفين كده. هنزل بوحدة البندق ونقفلها كويس جدا كده. شايفين بقى. نعمل واحدة كمان زي ما انتم شايفين. واحدة بندق. هو البندق اهم حاجة، البندق يبقى محمص او اللوز او اي حاجة من المكسرات تبقى محمصة، عشان لما تدي معاكي بقى ايه. شايفين بقى. شايفين بقى. انا استهلت على نفسي وعليكم كده. عملت كور وفردتها زي ما انتم شايفين. شايفين بقى. نجيب البندق هعمل باللوز برضو، الولاد بيحبوا اللوز عندي. كم واحدة كده. نبدأ ان احنا ايه اهو زي ما انتم شايفين عادي خالص. شايفين بقى. تشكل معاكي بسرعة على فكرة، وبتعمليها ما تكملش معاكي وقت. انتوا عارفين الفرور الروشيه غالية. نفس الطريقة دي هتديكي نفس الطعم اللي احنا بنشتريه من بره. احنا بنجيب هنا الثلاث قطع ب25 جنيه التلاتة بس، يعني الثلاث كرات من دي ب25 جنيه. فانا قررت بقى ان انا افرح الولاد، هما بيحبوها جدا، كل ما بننزل بيشتروا منها، فحبيت ان انا اعملها لهم مفاجأة واعملها معاكم. ممكن بقى. انا جبت زي ما انتم شايفين كده شوكولاتة سايحة. هنزل ايه بقى بمكسرات بندق او اي نوع مكسرات عندك. هننزل بقى ايه زي ما انتم شايفين كده الشوكولاتة بتاعتي. هتاخدي نفس الطعم بتاع الفرير روشيه،
هتعمليها بمكونات بسيطة في بيتك. شايفين بقى؟ شايفين بقى يا حبايبي جمالها عامل ازاي؟ شايفين جمالها زي بجد اللي احنا بنشتريها من بره. شايفين بقى الجمال والحلاوه عامله ازاي؟ شايفين بقى؟ دي كل الكميه اللي انا عملتها. كان عندي بقى اللي هي الميني كب كيك دي، فسبتها قلت لما نعملها. اتمنى انتوا تجربوها بقى بطريقتي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس. دمتم في رعايه الله وامنه، واستنوا الفيديو جديد.